السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بحضراتكم اعزائي المشاهدين ومتابعين قناة عبد الله في كل مكان. تحياتي لحضراتكم وكل سنة وحضراتكم بخير بمناسبة عيد الفطر المبارك. أعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. طبعا النهارده يا جماعة تاني يوم العيد، تاني يوم العيد وقلنا نيجي نجرب بغلة. أنا جيت سبقت رضا خدت 3 سمكات. خدت 3 سمكات. ده سمك البشايرة. جيت سبقت رضا خدت ال3 سمكات دول. النهارده طبعا اسمحوا لي في اول الفيديو ارحب باخويا الكبير ومعلمي اللي ليه فضل عليا. بجد يا جماعه الراجل ده اللي معلمنا صيد الخضره، الحاج عزت المحص اسطوره صيد الخضره. تقريبا مش بنزكيه على الله، بس انا والله وقسما بالله العلي العظيم ما شفت صياد مسك عود الخضره احسن من الراجل اللي جنبي دي. ازيك يا عم مازن؟ كل سنه وانت طيب. نور الدنيا كلها. ايه رايك السنه دي؟ يبقى موسم كويس ان شاء الله هيبقى خير باذن الله. يا مساء الحال يا رب، عشان انت بس حضرت معانا اول يوم. بس الحال احنا النهارده قلنا نجرب دور الغله يا جماعه. انا خدت ال3 سمكات دول وعشمانين في وجه الله بامر الله تعالى انها تلمح معانا. طبعا الغله ما كانتش بمضمون الاكل، عشان حضرتك تقعد دلوقتي للغله وما تاكلش معاك ده طبيعي. لو خطفت لك 3 4 سمكات برضو ده طبيعي، لان الغله يا جماعه قدامها 15 يوم من النهارده، 15 يوم او 10 ايام، ولكن بتخطف تخش عليك بعد دكر، يعني ممكن في يومين تجمع عشاء. النهارده جينا علشان خاطر نقول لحضراتكم كل سنه وحضراتكم طيبين، ونقول لكم ما تستعجلوش على الغله، بتاكل بس بسيط، عشان حضرتك ممكن تعرف دورك وتزهق. الناس اللي ما فتحتش دورها تفتحها وتعرفها كام يوم، 3 4 علفات، وان شاء الله بامر الله تعالى بامر الله عشمانين في وجه الله ان هيبقى موسم خير. صلاح طبعا كان في صرف المزارع اللي بيصيد منه خد كام سمكه، واحنا عشمانين في وجه الله برضه ناخده كام سمكه. النهارده نعمل لحضراتكم فيديو كويس بدايه، وليس صيد الغله الاساسي. ده قلنا يا جماعه. يلا يا حبيبي. طلعت الغمزه من اول. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. يا عم صلاح لا تقول لي صرف مزارع ولا تقول لي بطيخ. اللهم صل على النبي. حته فاس والله انا نحط صابعي فيه زي صلاح. استنى بس يا عم اسكت اسكت ضربك حنك. استفتحكم عنب، استفتحكم عنب. انا جاي النهارده عشان غمزتين بس. خليك معايا يا استاذ رضا لو سمحت. الناس يا جماعه السنه دي اللي حاولوا حضراتكم تفتحوا الدوار اعرفها، ما تزعلش انك بتعرفها. حضرها، يعني خد لها مثلا ايه اسبوع ولا بتاع تحضير، وجرب برضه، يعني تسيبها يوم ولا كده وتيجي ايه تجرب. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، حاجه تفرح. يلا يلا يا من انت كريم يا رب. ملطوش اديله على ودانه. دي مش بشاير يا جماعه، ديت انا قاعد علشان ابص على دوري ما اعملهوش. يعني الواحد لو حضرتك اهتميت بدورك قبل الناس ما تهتم، السمكه بتطلع من التفريخه بتروح داخله على الدور، متعوده تلاقي في المكان ده غلت. فتلاقي دايما الدوار اللي بتتحضر من اول السنه من قبل الموسم باسبوع ولا حاجه، الدوار دي غالبا هي بتنجح طول السنه. العيدان يا جماعه اللي عملنا لها العرض عند ميسره، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر بجد. يعني انا طبعا مش هتكلم على عود الا ان يكون العود يستاهل الكلام. وعيدان اللي عند الاستاذ ميسره السنه دي جايبين شويه عيدان حاجه تفرح. الكعب ده بيبقى طويل، في منه عند الاستاذ ميسره قصير وفي منه طويل الكعب ده، بس الفرنيل قصير عشان انا بحطه في جيب الجربندين.
خليها يا رضا ما تمسحها يعني. غالبا حضراتكم اليومين دول هتشوفوا الزمن زي ما احنا شغالين كده، قيس الشرايه في سمكه رفيعه في سمكه عدله. هو ده اول السنه، وبرده ده مش فيديو بشاير يا جماعه، ده فيديو ان انا بروح احارب في دوري بس، واعرف حضراتكم انا انتهزت الفرصه عشان اقول لكم كل سنه وانتم طيبين، واعرف حضراتكم ان الواقع بيقول كده اليومين دول. انما انا كنت كل سنه بعمل فيديو في الاول اسمه فيديو بشاير صيد الغله، قلت لا، في اسئله كتير وناس ياما بتكلمني بيقولوا لي الغله الغله الغله، فانا قلت اعمل الفيديو ده علشان حضراتكم تبقوا عارفين الدنيا ماشيه ازاي. يلا لا حول ولا قوة. كتر خير الدنيا والله. لا لا والله. شوف ديل الفحور، شوف ديل الفحور عامل ازاي. الغمزه دي بانت خالص كده. الريشه طبعا يا جماعه حضراتكم عارفين، انا والله ما كان في دماغي تصوير يعني النهارده. يعني انا باجي ايه للدر، جيت له قعدت كام مره كده، كنت باخد منه سمكه 2 شرايه، فلما خدت كام سمكه كده قلت له يا رضا تعالى نعرف الناس ايه منه، نبقى نعيد عليهم علشان حقهم علينا، ونعرف الناس ايه ان يحضروا دورهم يعني. فخدنا كام سمكه. الريشه بقى مش مظبوط، الريشه دي مش ريشه تصوير، ريشه التصوير انا بعليها شويه، بظبطها بطريقه معينه عشان تبان لحضرتك في التصوير، لان في ناس بتحب الغمز اكتر من السمك، بيتمتعوا بالغمز، فمعلش اعذرونا النهارده لو الريشه مش باينه يعني. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. الله اكبر الله اكبر. قافل انت جامد يا صلاح. لا يا حبيبي بص ان شاء الله ان شاء الله. ربك يستر. لا لا طب استنى، هننزل نجيبها انا. لا لا هننزل نجيبها، اسمع كلامي. لا لا سيبها لله. هي دي مسمار صغير. استنى. المشكلة المسمار صغير. لو مسمار الغلة لا 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 ده مسمار سهل. اصبر يا صلاح، هننزل نجيبها انا يا صلاح. زي ما انت وزي ما تيجي تيجي. طب اصبر. بسم الله الله اكبر، بسم الله الله اكبر، بسم الله الله اكبر، بسم الله الله اكبر. تقريبا ديت اكبر سمكة طلعت الموسم ده، يعني احنا لسه في اوله اهوت ودي تقريبا يعني اكبر سمكة. احنا لسه احنا بنقول يا هادي في الموسم، ولسه ان شاء الله ان شاء الله صلاح حاطط نص صوابع ايده في بق السمكة. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. ايوه لحظة دولي ابيك يا رمضان دي 30 متر 30 لتر. حلو. شوفوها كده ايه قد ايه كده. يا جماعة اكبر من باب الجرابان دي. طب دي ازازة 2 لتر.
شوفوها قد ايه كده. اطول من الازازه الاتنين لتر. اهي يا جماعه. احنا هنختم الفيديو ده على كده. وانا جاي ما كانش في دماغي تصوير. طبعا برضو صلاح صباح الفل. طبعا صلاح راح برضو جرب في صرف المزارع، خد كام سمكه اللي حضراتكم شفتوهم دلوقتي دول. واحنا الميه طبيعيه قدامكم اهو. الفيديو ده مش فيديو البشاري يا جماعه، ده فيديو متابعه، اسمه متابعه دور الغله. حضرتك كل فتره تتابع دورك، كل يوم تروح تبص، كل يومين ثلاثه ترمي له شويه غله، وفي يوم تروح تجربه، تتابعه يعني ما تهملوش. حضراتكم شفتوا على الطبيعه ده صيد الغله. علشان الاسئله اللي بتجيلي كتير انا قلت ايه نعمل الفيديو دوت منه نعايد على حضراتكم، ومنه الايه تشوفوا صيد الغله على الطبيعه. يا ريت في اول السنه كده يا جماعه اللي ما اشتركش معانا في القناه يشترك معانا في القناه ويعمل لايك للفيديو لو عجبه. تحياتي لحضراتكم، اشوفكم في الفيديو الجاي، ومع الف مليون سلامه، وكل سنه وحضراتكم بخير. مع الف سلامه.